في لفظ النبي. فهناك فرق بين السلام بالفتحة والسلام بالكسر والسلام بالضم. فالسلام المقصود به هو التحية المعروفة التي يلقيها الإنسان إلى أخيه من باب إفشاء الأمن والأمان. وفي هذا فائدة. فالسلام في الأصل هو شجر مر، ولهذا قيل لأعرابي السلام عليك، فقال عليك الجذهجات. فقيل ما هذا الجواب؟ قيل هما شجران مران، ألقيت علي واحدا وألقيت عليك الثانية. أما بالنسبة للسلام فهو من السلم أي الحجارة، والجمع سلام وهو اسم للحجارة. أما السلام فهو من السلاميات، وهي عروق تكون في ظاهر اليد.